اليوم قامت وزارة البترول والمعادن والطاقة بالتنسيق مع وزارة البترول في السنغال وبالتنسيق مع شركة BP وكوسموس اللي هم الشركاء في المشروع السلحفاة حميم الكبير بزيارة هذه المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ اللي ينقال لها FPSO. كي تعرفوا هذه المنشأة منشأة مهمة في المشروع، وكانت على اللي ينقال له المسار الحرج اللي هو لشما كريتيك، لأنها تتعلق بها المنشآت اللي قبلها والمنشآت اللي بعدها، وبالتالي كان أي تأخير فيها يأثر على مسار المشروع. اليوم وصلت هذه المنصة الحمد لله منذ شهر مايو، وقد بدأت الآن تثبيتها على سطح على عمق البحر، وتم أيضا تثبيت الأنابيب التي تنقل الغاز من الآبار إلى المنصة من أجل معالجتها. هذه المنصة لا تعود هدفها أساسا هو معالجة هذا الغاز وتوزيعه بين الغاز وبين البترول الخام السائل، وطبعا ينقلع عنه للماء من اجل انه يمشى للوحده الاخرى اللي قال لها FLNG اللي هي وحده التسييل من اجل تسييله وانتاجه. اليوم هذا يعطي اشاره مهمه لبدء المشروع ان شاء الله، لانه هذا المشروع كما تعرفوا داخل في اطار الاستراتيجيه المندمجه للطاقه، الرؤيه المندمجه للطاقه التي تتبناها الوزاره، والتي يحتل الغاز فيها مركز اساسي كونه موريتان عنده منه مؤهلات، وأنه إن شاء الله سوف يكون في وسط هذه الاستراتيجية من أجل إنتاج طاقة نظيفة بسعر معقول، وضمان أيضا النفاذ الشامل لجميع المواطنين للطاقة في حدود 2030 إن شاء الله.